اوكي، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنعمل خلفيات متحركه. بدل الخلفيات الممله هنعمل خلفيات متحركه، وموضوع ببلاش، ومحتاج بس شويه متطلبات. انك يكون معاك معالج قوي عشان هيشتغل لفترات طويله، زائد اللي انت محتاج تركز في الفيديو ده كويس عشان تفهم هنعمل ايه. يلا ندخل في الفيديو. اوكي، هنحاول دلوقتي الخلفيه الممله الثابته دي، اللي الخلفيه اللي انت شفتها في الفيديو. اول حاجه نفتح جوجل او ايدج على حسب انت بتستخدم ايه. هنكتب ستيم اهو. ندخل على ويلكم تو ستيم اهو. اقول لك steambar.com. هتدخل انستول ستيم، بعدها هتلاقي حاجه مكتوب انستول ستيم، تضغط عليها. هيقوم منزل لك ستيم، هتسطبه وتقوم عامل حساب في ستيم، وبعدها تفتح الستيم بتاعك، تقوم داخل على سطح المكتب اهو، تكتب ستيم، تدخل على الستور، تدخل على السيرش اللي فوق هنا اهي، تكتب وول بيبر. هتلاقي قدامك حتى اهي وول بيبر الايف، تلاقي يوز وول بيبر الايف فري تو بلاي، تضغط فري، ويقوم يقول لك هتحملها فين من الداونلودز، اللي هو انت هتحملها فين يعني بالظبط. هتقوم راجع بعد ما تفتح معاك البتاع ده، هتلاقي عامل لك ايقونه هنا، بس انا شايل ايقونات. بدل ما انت حملته مثلا ضغطت فري، بتلاقي عندك في اللايبراري. اول ما تضغط على وول بيبر الايف اهو قدامك اهو، حطيت خلفيات. ازاي بقى نضيف خلفيات؟ هتلاقي مكتوب عندك على الديسكتوب وول بيبر الايف، عشان لسه ما حطيناش خلفيات. تدخل على السيتنجز، هتعمل اون سكرين كفر واون ويندوز فوكس اور ساوند. ده مبدئيا. ممكن تضيف خلفيتك انت على الورك شوب بتاعهم. ممكن تضيف خلفيه مثلا معينه عندك من الجهاز، عندك خلفيه جاهزه معينه تضيفها، تدخل على الفايلز او تدخل على ستيم ورك شوب، هيجيب لك خلفيات جاهزه. يقوم فاتح لك ستيم بعد ما انت عملت الحساب بتاعك طبعا. يقوم فاتح لك، هتلاقي جميع انواع الخلفيات اللي انت عايزها، مثلا مسلسلات، انميات، العاب، حتى عربيات، قطط، قرود موجود. مثلا عايزين خلفيه زي بتاعه الساموراي دي، هتقوم ضغط سبسكرايب. هتلاقي بيقول لك ستارتنج داونلود تحت عندك اهو في البار، هيقول لك ابديتنج. هتدخل هتعمل بول تشوف كده تشيك، هتلاقي ساموراي اتم، هتعملها اول ديسبلاي فيل سيف شانجز، وهتلاقي يا عزيزي الخلفيه بتاعتك المتحركه. هو ده كان فيديو النهارده. اشكركم على متابعتكم. انشروا المحتوى، اعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وعشان نكمل نوع محتوى بنعمل جميع انواع المحتويات، تعليمي وجيمنج وتكنولوجي. واشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو.